بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه: إن الله يأمر بالعدل. أمر إلهي أن نكون نطبق العدالة في سلوكياتنا. الآن شهر محرم، منذ نشأة الكويت، والشيعة وفق الدستور الكويتي والقوانين الكويتية تطبق حرية الاعتقاد وتمارس شعائرها أيضا بتوجيهات ومتابعة، بل مشاركة من الحاكم من ذلك الزمان اللي نشأت فيه الكويت إلى اليوم. والشيعة من ذلك اليوم إلى يومنا هذا لم يتجاوزوا حد القوانين الموجودة التي كتبتها الدولة وأمرت بها. ما شفنا أي مخالفة من ذلك اليوم. يعني الآن قرأنا البيان وزارة الداخلية، في عدة نقاط في البيان يستغرب الإنسان عليها. أولا، أن كل حسينية تحط راية واحدة، يعني رايتين ما يصير، رايتين يعني فيها إزعاج للداخلية. يعني من يزعجه وجود راية فوق الحسينية؟ هذا واحد. شعارات يا حسين، هذا شعار ضد الدولة، ضد من؟ احنا سمعنا بعض هذول التكفيريين هم المنزعجين من نواب التكفيريين، هم منزعجين ان يا حسين، يا ابا الفضل، يا رقية، يا سكينة، هذه منزعجين منها. الان الدولة تمشي ورا رأي هذا التكفير. يعني شنو شعارات اللي تنزعج منها وزارة الداخلية؟ الامر الثالث، تم التنسيق على ذلك بين وزارة الداخلية واصحاب الحسينيات. التنسيق مطلوب، لكن هل قبل اصحاب الحسينيات بالتعسف؟ هذا تعسف. راية واحدة، نعم، اذا كانت مسائل هذه الاكشاك التي توضع تسبب حرائق، تسبب ازدحام، تسبب منع المرور، هذه يقينا قطعا ما لها العلاقة بالإمام الحسين. هذه قضية تنظيمية، سواء مع الإمام الحسين أو انتخابات مجلس الأمة، لا فرق في ذلك. يعني أتمنى أن نكون بلد يحتوي الجميع ويتعامل الجميع كأسنان المشط بالعدالة. ممارسة الشعائر الحسينية لا تضر أحد ولا تتعدى على القوانين، والالتزام الحسينيات التزامهم يعني أزلي بقوانين البلد. إذا شذ أحدهم هم الناس يتصدون لهذا الشاذ. فأتمنى الآن، أنا مو خطابي لرئيس الوزراء ولا لوزير الداخلية، يعني بالنسبة لي لا رئيس الوزراء هذا خطاب له، ولا وزير الداخلية. هذا الخطاب موجه للنظام كامل، أن بما أن ارتضيتوا الدستور يقول حرية الرأي وحرية الاعتقاد، من حرية الاعتقاد ممارسة الإنسان شعائره. أنا أفترض أني أنا مثلا هندوسي، من حقي أمارس شعائري كهندوسي، طبعا لا أتجاوز على حدود الدولة وقوانين الدولة. هذا المطلوب. شئنا ما بينا، الدولة تحترم، قوانين الدولة يحترم، ولكن يأتي مثلا من يضع ضوابط، وهذه الضوابط غير عقلائية. نحن نعشق العباس ونعشق رقية ونعشق سكينة وكربلاء، بالنسبة لنا الشعائر مقدسة ولم نمارسها اليوم،
بل مورست منذ نشأة الدولة. وكان أذكر وأنا طفل أن الحاكم كان يرسل خرفان إلى الحسينيات، والعيش يصل الحسينيات للحسين يذبح قربة لله باسم الحسين من أموال الحاكم. مو حاكم واحد، أنا مر علي 5 6 حكام من عبد الله السالم إلى صباح الأحمد. هذا كان دائما كنا نرى هذه الممارسة تأتي الواري فيها خرفان وفيها عيش للمشاركة في محرم من الحكام. إذا دعونا لا نسير خلف أولئك أصحاب الظلام اللي يرى يا أبا الفضل شرك. هذا كيف هو يرى؟ بس هذا ما يحكم البلد. راية واحدة، هذا نوع من أنا لا أراه إن مثلا هذا تنظيم قانوني، لا أراه، هذا أراه تعسف. أتمنى أن العقلاء الموجودين وهم كثر في هذا البلد أن ينظرون إلى الحديث ويأخذونه بعين الاعتبار. نريد بلدا آملا مستقرا يمارس به المواطن الكويتي اعتقاده وحرية الاعتقاد ضمن إطار القانون، بعيد عن الضغط وبعيد عن التهديد وبعيد عن تركترات وبعيد عن هالسوالف هذه كلها. إنما نحن في بلد يحترم بعضنا البعض، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى من سار على نهج الحسين، والحمد لله.